سنة جديدة، بداية جديدة، فرصة جديدة انك تبتدي. ده اللي انت قلته في اول السنة وانت بتحط الاهداف بتاعك والخطة بتاعتك وقد ايه انت السنة دي هتكون مختلف. كلنا عملنا كده. بعد كام يوم، بعد كام اسبوع، عدى شهر، هتلاقي انك رجعت نفس النسخة بتاعتك اللي من قبل السنة الجديدة ما تبدأ. طب وبعدين تأثير التغيير دوت ما كملش كتير. طيب ده ليه بيحصل؟ ده لان احنا بنخدع دماغنا بان احنا مستنيين لحظة اول ما تيجي هي كل حاجه هتتغير. مستني اول السنه، مستني الساعه 8 تيجي عشان تبدا مذاكره، مستني لما تخلص فاينلز، مستني لما يتخلص رمضان. فدي خدعه بيعملها عقلك عشان يأجل. طيب هو ليه بيكون عايز يأجل؟ علشان في اعتقاده انك لما تأجل الحاجه اللي عليك دلوقتي انت بتأجلها لحد تاني هيعملها بعدين، بيكبر دماغه منها. اللي هو لا، انا مش هذاكر ماس دلوقتي، هذاكره بكره، على اساس ان بكره هيجي شخص مختلف يذاكره. خدعه نفسيه بيعملها عقلك معاك علشان تأجل الحاجه لاخر فرصه ممكن تأجلها لحد ليله الامتحان. وده اللي بيحصل. ال 14 سنه تعليم اللي انا اتعلمتهم لحد دلوقتي، اغلب المواد بيبقى في جزء منها هو متساب لليله الامتحان. كل شويه باجله لحد ايه، خلاص هو انا مضطر الامتحان بكره الصبح، هضطر افتحه دلوقتي واذاكره. فاهم قصدي؟ في الكليه نوعا ما الموضوع مختلف شويه، لان بيبقى في كويزات كل فترات قريبه، كل اسبوعين ثلاثه ولا حاجه، فانت بقيت مضطر تذاكر قبل كل كويز عشان تحافظ على درجاتك. ولكن غير كده، لو ما فيش حاجه تجبرك انك هتذاكر ما كنتش هتذاكر. الكلام مش على المذاكرة بس، ولكن على كل حاجة. ممكن كورسات مستني تاخدها، ممكن جيم مستني تنزله. طول ما مفيش ديدلاين هتفضل تتأجل، أو إنك بتأجلها الميعاد مستني فيه كل حاجة تتغير، مستني أول السنة. النهاردة بقى بنعمل الفيديو ده عشان نلاقي حل ونفهم عقلنا بيخدعنا إزاي. أشهر حاجتين بيقابلوني أنا وبيقابل معظم الجيل اللي موجود دلوقتي، حاجة اسمها البروكراستينيشن، وحاجة تانية اسمها البرفكشنزم. يعني التسويف والمثالية. ممكن تكون فاميليير بحاجة من الاتنين، ولكن خليني اشرح لك. اول حاجة التسويف، حاجة عليا ومقتنع انها عليا وهضطر اعملها عاجلا او عاجلا او اجلا، يعني دلوقتي او بعدين. ولكن مع ان انا مقتنع بالكلام دوت، انا مش بعملها. انا بعمل حاجة تانية ممكن تكون اقل اهمية ومش لازم تتعمل دلوقتي، ولكن انا بس مش عايز اعمل اللي عليا. ده التسويف. حاجه انت اصلا بتحبها تاجلها برضو عشان هي حاجه عليك ومفروض تعملها دلوقتي. فاهم قصدي؟ يعني اديك مثال. انا مثلا عندي قناه على اليوتيوب بعمل فيديوز، والفيديوهات دي حاجه انا بحب اعملها، وانا عشان الزمت نفسي ان انا اعمل فيديو كل اسبوع، فدي بقت حاجه انا مجبر اعملها وانا مضطر اعملها، فانا مش هعملها. يكون عنده امر كده يعمله. انا ممكن اعمل حاجه اصعب، اذاكر مثلا لغه برمجه على ان اعمل فيديو علشان اهرب من الحاجات اللي عليا. ده يعتبر تسويف ايجابي، يعني انا بهرب من حاجه بعملها بحاجه بعملها تانية مفيده برضو. ولكن اغلب الوقت ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان انا بمسك الموبايل، بقعد افر في ريلز، بقعد اتفرج على شويه شورتس. المشكله التانية بقى، ونبقى نشوف الحل بقى بعدين، البرفكشنزم اللي هو المثاليه. انا مش هبدا اذاكر غير لما تبقى كل حاجه مظبوطه، دماغي رايقه، شارب الشاي بتاعي، النت سريع عشان اسمع محاضرات لو احتجتها، الورقه والقلم، الكالكليتر، الدنيا متظبطه. وحتى لو حصل، فانت لو كل حاجه متظبطه 100% هيحاربك الشيطان الاول اللي هو التسويف. انت دلوقتي جاهز انك تبدا في الحاجه ديت، مش هتعملها برضه، او مش هتعلم برمجه غير لما اجيب اللابتوب الفلاني القوي عشان يساعدني في البرمجه. مع ان كل اللي فات دوت ممكن تعمله باي امكانيات. مش محتاج تتعلم برمجه بجهاز معين، ممكن اي جهاز تتعلم عليه عادي. مش محتاج تصور فيديو بكاميرا معينه، ممكن بالموبايل تصور عادي. ده حرب بيستخدموا دماغك ضدك علشان ما تعملش اللي عليك. لازم، طالما بنتكلم في الموضوع ده النهارده، ان احنا نجيب سيره الشورتس او الريلز او الفيديوهات القصيره. قللت نسبه الريتنشن ريت او معدل تركيز الدماغ البشريه في العالم من حاجه لحاجه تانية خالص، لرينج قليل خالص. انت اصلا دماغك لو بدات تركز على حاجه مش هتطول. يعني انت هتذاكر 15 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه يا عم وخلاص. الفرجه على الفيديوهات بقت دقيقه او دقيقه ونص ودقيقتين بالكتير قوي، فانت دماغك بقى عايز كل دقيقتين زق الدوبامين. انت لما بتذاكر مش بتاخد على زقه الدوبامين ديت كل شويه، فبتروح تفتح الموبايل تاخد شويه دوبامين. فكره الريلز ان كل ما انت
بتقلب لتحت، خليك دايما عندك حاجه اسمها فومو او fear of missing out. انت مش عارف ايه الفيديو اللي تحت دوت، فانت عايز تقلب عشان تشوف دوت. مش هتقفل التليفون، انت لو قفلت التليفون انت ضاع عليك الفيديو اللي تحت اللي انت لسه ما شفتوش، فانت هتقلب وتقلب وتقلب وتفضل جوه لوب مش طالع منها. الطريقه اللي الريلز بدات تاثر على دماغنا بيها ده ما كانش موجود من 3 4 سنين. اتفرج عليها بعدد ساعات كبيره زي ما كلنا بيحصل فينا، فهي آجلا أو آجلا أثّرت أو هتأثّر عليك. وبعدين إحنا قُلنا 3 مشاكل، عندنا الprocrastination التسويف، عندنا الperfectionism المثالية، وعندنا الshorts والreels وإزاي أثّرت على المُعدّل التركيز بتاعنا. هنعمل إيه؟ ده سؤال صعب، وعايز أقول لك إن ما فيش إجابة مثالية أقدر أقولها لك. يعني أنا مش هادّيك النهارده الحل السحري اللي لو عملته هاحل كل مشاكلك، بتبقى عادة، دماغك اتعوّدت على الكلام دوّة وضحكت عليك مرة و2 و3، فبالتالي مش هتقدر فجأة تعمل حاجة تغيّر الواقع، ولكن إنك تفهم الكلام ده وتفهم عقلك بيلعب معاك إزاي، ده بيخلّيك تقدر تنافسه أو يبقى في منافسة عادلة ما بينك وما بينه، فاهم قصدي؟ يعني أنا بما إني فهمت إن دماغي خلّيني أستنى الساعة 08:00 تيجي كل مرة عشان أبدأ مذاكرة وبتيجي وما بابدأش وأنا فهمتها، فبالتالي once إن أنا عايز أذاكر مش هاستنى الساعة 08:00 أنا هاذاكر دلوقتي، عشان عارف إن ساعتها أنا لمّا أوصل للساعة 08:00 أنا هافضل أتفرج على نفس الفيديوهات. حتة إنك تفهم دماغك بتضحك عليك إزاي، دي أول خطوة في مراحل العلاج. علاج إيه؟ أنا حاسس الموضوع كبرته أوي بس هو الموضوع كبير. دي سبورة. النهارده هاقول لك إزاي تحط هدف لحاجة كبيرة عايز تعملها وتعملها. ماشي، بس الكلام دوّة مش يقتصر على اللي على السبورة، في شوية كلام بعد السبورة مهم برضه، فركّز معايا. أنت عندك هدف goal، أنا عايز أكسب يا باشمهندس 10,000 جنيه، أنا محتاج أسأل نفسي سؤالين، القاعدة ديّة أنا اللي مألفها فما تراجعش ورايا، يعني لو سرشت عليها مش هتلاقيها. أول حاجة ليه، why، وتاني حاجة how، إزاي. سؤال ليه، ليه أنا عايز أكسب 10,000 جنيه؟ علشان يبقى ده الدافع اللي كل ما تعطل في الطريق تفتكره، اللي هو أنا زهقت بقى مش هاكمّل، وبعدين تفتكر هو أنا ليه بقى عايز أكسب 10,000 جنيه أصلًا؟ هاشتري موبايل جديد، فبالتالي أنت كل مرّة هتُقع فيها هتفتكر إيه اللي بيخلّاك تبدأ أصلًا، فترجع تكمّل. ليه مثلًا؟ أنا نِفْسي أشتري موبايل مثلًا. how بقى، إزاي؟ عن طريق مثلًا هاشتغل web developer. هل أنا باعرف أصمم مواقع؟ هل أنا أصلًا web developer؟ لأ. طيب كده أنا محتاج أتعلّم web development. طيب إزاي أتعلّمها؟ أنا هاحتاج أتعلّم لغات برمجة زي إيه؟ زي مثلًا HTML وCSS. طيب كده أنا الهدف بتاعي عشان أحققه طلع إن أنا محتاج أتعلم شوية حاجات. قسمت الحاجات ديّة للنُقط بتاعتها بعد ما عملت الsearch بتاعي، ولقيت إن أنا محتاج كده النهارده أبدأ أتعلم HTML وبعد كده أبدأ أتعلم CSS عشان أكون web developer وأشتغل web development وأكسب منها الفلوس بتاعتي. أو ممكن الطريق دوّة يُختصر بحاجة أنت already متعلمها فتبدأ إيه تدوّر تشوف شغل بيها. والموضوع بقى مش هيبقى الprocess بتاعه أو مراحله إنك هتتعلم حاجة، ولكن مراحله أنت إزاي هتجيب الشغل نفسه. أنا مثلًا عشان أشتغل web developer هادخل على مواقع الfreelancing اللي برّه مصر وأبدأ أعرض لهم شغلي، زي مثلًا موقع fiverr وخمسات ومستقل والكلام ده كله. هابدأ مثلًا يبقى بمعدل يومي كل يوم هاقدّم على شغلانتين، وبعد كده هتكون وصلت مثلًا لل10,000 جنيه مثلًا. الحاجة اللي أنت عايز توصل لها، عايز توصل لها ليه وإزاي؟ أنا عايز أطلع من الأوائل. طيب ليه؟ علشان أشتغل معيد بعد ما أتخرّج، أو علشان أقول قدّام صحابي أو أهلي إن أنا طلعت من الأوائل على الدفعة، ده هدف كافي. تاني حاجة إزاي هتعمل كده؟ هاحتاج أذاكر المواد أول بأول، فأنت عرفت ليه وعرفت إزاي واتبقى إنك تعمل. تيجي تعمل هتلتزم كام فترة وترجع تخيّش زي ما هيحصل في أي أهداف تانية. فبالتالي أنت محتاج حاجة اسمها habit tracker، حاجة تتابع تطوّرك ونموّك في الهدف اللي أنت حطيته. الموضوع اختلف فيه الأقاويل وبيختلف طبعًا من هدف للتاني، يعني لو هدف دراسي غير هدف كورسات غير فلوس غير، ولكن في طريقتين. الطريقة الأولى application على الموبايل اسمه habit tracker. الأبلكيشن ده فكرته إيه؟ إن كل يوم بيجيب لك اسم التاسك وعلامة صح جنبه. أنت لو عملت التاسك ده قبل ما بتنام بتدوس عليه، علامة صح بتتحط عليه، تصحى تاني يوم
تلاقي نفس التاسك موجود ولكن علامة الصح مش موجودة، فأنت بتروح تعمله عشان تفتح الapplication وتحط علامة صح. الكلام ده بينفع لو في هدف شغال عليه أو حتى عادة أنت عايز تكوّنها، يعني أنت عايز تكوّن مثلًا إن كل يوم تشرب 3 لتر مَيّة، فأنت once إنك شربت ال3 لتر هتدخل الapplication وتعمل علامة صح، فبالتالي بقى عندك النهارده إنك التاسكات اللي كانت عليك خلصت، تاني يوم هتبقى نفس التاسكات موجودة، والطريقة ديّة جرّبتها في بعض الحاجات ونجحت. الطريقة التانية ورقة وقلم كده يا باشا، واكتب لي كده عشان توصل للهدف ده محتاج تعمل step 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8. كل ما تعمل حاجة بتشطبها. الأولاني بيخلّيك تشتغل على حاجة كل يوم، ده بيخلّيك باين قدّامك الprocess أنت خلّصت كام بقى في المِيّة، فاهم قصدي؟ ممكن تعمل الاتنين. عايز تتعلم AI، فأنت هيبقى عندك task في الموبايل إنك تتعلم AI كل يوم، تخلّص جزء مثلًا نُص ساعة من الفيديوهات واتعلم عليها. وفي الورقة أنت محدد الكورسات اللي المفروض تخلّصها عشان تكون AI developer، وبعد ما تخلّص كل كورس تاخد دول طريقتين عشان تتراك تطوّرك في الhabit. خلّينا نرجع لموضوعنا بقى اللي بدأنا بيه الفيديو خالص. في حاجة وراك دلوقتي، إزاي تعملها؟ بكل بساطة كما قالها الدحّيح في أشهر فيديو ليه، اعمل حاجة وخلاص. أنت وراك مذاكرة، روح ذاكر دلوقتي. ارمي نفسك في الحاجة، روح ابدأ، وصدّقني أنت لو دخلت في الحاجة بكل عمق وتركيز، أنت ما فيش حاجة هتخلّيك تطلع منها. لو بدأت تذاكر وخلّصت سؤال في التاني في التالت في الرابع هتكمّل لحد الآخر. once إنك بدأت أنت خلّصت 50% من صعوبة الموضوع، ال50% التانية بقى في الحاجة نفسها. ابدأ في الحاجة أول اليوم، ما تحاولش تفضل تأجّلها كل شوية بعد الغدا وبعد الفطار والساعة 08:00 والساعة 10:00 والكلام الفاضي ده. تكون كاتب to do list قبلها بيوم، لإن الموضوع ده بيفرق أوي. وأنا عارف إن بييجي لك حماس كده في آخر اليوم، لأ أنا بكرة هابدأ وأبقى أجمد واحد في الدنيا وبتكتب كل التاسكات اللي في الدنيا. خلّيك واقعي، اكتب اللي أنت محتاج تخلّصه أول ما تصحى بكرة. الموضوع صعب لإن أنت اللي بتحارب نفسك ودماغك، ولكن هي صعوبتها في كده، يعني أنت مضطر بقى، يعني هي دي دماغك. عايز أفكّرك دايمًا لو في أي فرصة تطلع من comfort zone اعمل كده، هتفضل قاعد فيها، رُحنا فين؟ أنا عايز أقدّم في مسابقة، لأ المسابقة دي صعبة، هيكون أكيد ناس أشطر منّي فيها، ما قدّمتش ما استفدتش حاجة، ولكن لو كنت قدّمت ورُحت وخسرت هيبقى عندك experience. تتعلم web development وقبل ما تبدأ أصلًا شايف الموضوع صعب أو عايز تتعلم أي لغة برمجة وما بدأتش ما استفدتش حاجة. الcomfort zone بتاعة لأ بلاش يعني خلّيني كده أحسن، دي أسوأ حاجة في الدنيا، ودي من الحاجات اللي أنا لمّا طلعت منها فتحت فرص كتيرة جدًا. جرّب يمكن تضبط، يمكن. أصل بُص إحنا أدينا بنجرّب، لو ضبطت في مرّة الحمد لله، ما ضبطتش مش مشكلة نجرّب مرّة تانية. بس، يعني دي كانت كل حاجة بالنسبة لفيديو النهارده، أتمنى تكون اتعلمت حاجة أو استفدت حاجة يعني، وحاسسها مشاكل جيل مش مشاكل شخصية يعني، ف فأدينا بنحاول، يمكن تضبط في مرة. على الإنستجرام بيتقدم محتوى مختلف، مش محتوى ولكن بينزل بقى stories من أي حاجة باعملها، فأنت لو عايز تتابع وعايز تشوف إيه اللي باعمله، بدل ما أنت بتكتب لي comment أنت مختفي فين وإيه أنت فينك مش بتنزل فيديوهات كتير، لأ في إنستجرام بينزل عليه stories بتبين بقى إيه اللي بيحصل وراء الكواليس، رُحت مسابقة، رُحت hackathon مش عارف بقى بانظم بتاع، في قصص كده بتحصل هناك بقى. اعمل لي follow هناك عشان تتابع كل جديد. وبس كده، يعني أشوفك إن شاء الله الفيديو الجاي. كان معاكم ديفيد هاني.